السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس بخير دايما يا رب. فيديو جديد من فيديوهات جولاتنا المعتادة من جولات محطة الغردقة. اهلا وسهلا بحضراتكم. واقفين دلوقتي في اشهر ميدان في البلد كلها، ميدان السقالة وبداية شارع شيراتون من قلب ميدان السقالة. احيي كل متابعين مكتب محطة الغردقة داخل مصر وخارج مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. جولة حرة في شوارع المدينة الجميلة الساحرة مدينة الغردقة. شايفين يا جماعة احنا في شهر طوبة، الشمس بسم الله ما شاء الله. مش عايز اقول لكم الجو، مش عايز اقول لكم الجو حر، فعلا الجو حر. تخيل طب في شهر طوبة الجو ممتاز ممتاز ممتاز. الشمس ساطعة لحد اذان المغرب، حتى بالليل في دفى. اللي ما جاش الغردقة في الشتاء في شهور الشتاء فاتوا كتير قوي. تبقى رايقة، الشمس اللي فيها مش موجودة في العالم كله. دي مكونات طبيعية ربنا حبى بيها مدينة الغردقة، زائد الشعب الجميل الشعب المصري. يا جماعة اللي ما جاش مصر عامة، مش الغردقة بس، مصر كلها من اسكندرية لحد أسوان، ربنا يدومها علينا نعمة يا رب. فيها روح، فيها حياة، فيها ناس. أنا عمري ما سافرت بره مصر، عمري ما سافرت بره مصر، بس عارف كويس إن أوروبا واستراليا وأمريكا نفسها البلاد دي فاضية. يعني ايه فاضية؟ هي فيها بشر وفيها ناس وكل حاجة، بس اجتماعيا مفيش علاقات اجتماعية وروح وحب وود ومودة بين الناس. علشان كده الناس في بلاد اوروبا بيحسوا بالوحدة وبيحسوا بالعزلة. انما هنا بسم الله ما شاء الله، تبقى ماشي في الشارع تحس الناس كلها يعرفوك وانت تعرفهم. أسرة كبيرة كده، تحس ان كلنا كده أسرة كبيرة مع بعضنا. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. بالنسبة للناس اللي بتسألني عن موضوع أراضي الجمعيات، أنا بقالي فترة كبيرة ما بنزلش عليها فيديوهات. هما بيسألوني يعني، لا ما فيش أي سبب ولا حاجة، اطمن خالص. الناس اللي اشترت في أراضي الجمعيات وبيوت الجمعيات مشاريعك شغالة والناس بيبنوا البيوت. ولما هيكون في حاجة جديدة ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن اراضي الجمعيات. من امام ميناء الغردقة البحري اللي على يميننا ده بداية الكورنيش، هو ومسجد المينا. مسجد المينا وميناء الغردقة البحري، حلقة السمك، المارينا، دول بداية الكورنيش. الكورنيش يعني وسط البلد. تسمع كلمة الكورنيش يعني انت كده في وسط البلد. على يميننا هنا هيقابلنا المارينا السياحية اللي بيطلع منها الرحلات سفاري بحر. الغردقة هنا يا جماعة بتوفر، اللي عاوز يتمشى بيحب المشي هيلاقي مكان يتمشى فيه. زي ما حضراتكم شايفين كده الشوارع هادية وبسيطة وجميلة وممهدة ان انت تقدر تمشي وتستمتع. لو انت بتحب تمشي تمشي رجليك. عايز البحر، البحر اهو، احجز في رحلة للبحر واطلع استمتع بالجزر والبحر. عايز تصطاد سمك، لو انت غاوي صيد في رحلات صيد. عايز سفاري بحر تطلع تستمتع بالجو الجميل، الجو الجميل اللي عندنا ده في الشتاء. سفاري الجبل ممتازة. عايز تتمشى بالليل اخر نهار، تنزل مارينا، شيراتون، شيري، كوثر، الممشى، مطاعم، كافيهات، ونس، في ناس، في حياة هتلاقي. ففي الغردقة حلاوتها ان هي بتلبي طلبات كل الناس. عايز كومبوندات على البحر مباشرة موجودة، تمليك.
وبالمناسبه دي يا جماعه انا عايز اقول على حاجه برضو، مفيش حاجه اسمها حق انتفاع. انت هنا بتمتلك تمليك مدى الحياه ليك ولاولادك ولاحفادك واحفاد احفادك، مدى الحياه تمليك ليك ولاسرتك ولاحفادك وللورثه. تمام. وبيكون لك كمان بيكتب لك نسبه في ارض العقار. تمام. دي لمين؟ للمصريين والعرب والاجانب. الاجانب نفسهم شارين هنا، يعني الاجنبي نفسه، الالماني والهولندي والتشيك والفرنساوي الانجليزي، بلاد اوروبا كلها شاريه هنا تمليك. فما فيش اي مشكله هنا في تملك الاجانب، لا بالعكس، ده الدوله بتساعد على كده، والدوله بتشجع على الاستثمار العقاري. الغردقه بلد عالميه محبوبه للمصريين والعرب والاجانب كلهم، بلد مسمعه في العالم كله. عايز كومباوندات على البحر مباشرة موجود، عايز كومباوندات قريبة للشاطئ موجود. بس في فرق كبير بين كومباوند وفي فرق كبير بين شقة عادية في عمارة اهالي. الكومباوند بيبقى فيه امن 24 ساعة، كاميرات مراقبة، حمام سباحة، لاندسكيب، اسانسيرات شغالة، في صيانة دورية دايمة، في شركة صيانة اللي هي المطور العقاري اللي بنى الكومباوند مسؤول دايما مدى الحياة عن نظافة وصيانة المكان، فده بيحافظ على رونق وجمال المكان. ما زلنا ماشيين على كورنيش الغردقة. كورنيش الغردقة يا جماعة طويل، بيبدأ من مسجد المينا إلى مستشفى الغردقة العام بطول 7 كيلو، كله فنادق وقرى سياحية وشواطئ زي ما هوريكم دلوقتي إن شاء الله. فنادق هنا سياحية على يمينك وعلى شمالك، دي منطقة سياحية في وسط البلد. الناس اللي حابين الونس وحابب يشتري مكان في وسط الناس، فانت طالما عايز الناس وعايز الونس خليك في وسط البلد. مش فارق معاك الناس وعايز تقعد بعيد عن الناس، يبقى تروح الأحياء أو طريق القرى أو سهل حشيش. اتفضلوا. هنا شاطئ جديد اهو، داون تاون بيتش على اليمين، رسم دخول بسيط خالص تقريبا 120 جنيه الفرد، وفي باركن تحت. لو معاك سيارة تنزل بالسيارة بتاعتك تركن في الباركن، تقعد تستمتع طول اليوم بالبحر، وكمان فاتح بالليل كافيهات ومطاعم. ده ممشى للناس كلها مجاني على البحر، تستمتع برؤية البحر. انت اختار المكان. الغردقة بلد مش صغيرة، الغردقة بلد طويلة ساحلية على البحر، فيها اماكن كتير جدا. فانت اختار المكان، لان انت مش كل يوم هتشتري. من جمال الغردقة ان هي رايقة. الناس اللي بتحب ايه الروقان، الناس اللي بتحب تبعد عن الزحام، شايفين الشوارع هادية وبسيطة، واحنا بنتمنى ان هي تفضل طول عمرها كده، لان الناس اللي عايشين في الغردقة من زمان زي حالاتي اتعودنا على الهدوء، فمش عايزين الزحمة. فاللي بيجي الغردقة بيبقى حد كده ايه من النوع اللي هو بيحب الهدوء والروقان، عايز شوارع نظيفة، عايز شوارع هادية بعيد عن الضوضاء والزحام، لان الزحام بيولد المشاكل والاعصاب، لان الزحام دايما بيخلي اي انسان متعصب غصب عنه. فهنا الغردقة للاستجمام، للاجازات، للاستثمار.
انسب مكان للاستثمار في الغردقه كمستثمر وعاوز تدور فلوسك هو الكومباوندات. ان انت بتحجز وحده في كومباوند يكون موقعه كويس، سعره كويس، توكل على الله، ربنا هيكرمك لو انت مستثمر. لو انت بتدور على مكان يجيب لك دخل سنوي كويس، زائد كمان ان سعره مع الايام بيزيد، هي الكومباوندات. الاستثمار في الغردقه رقم واحد الكومباوند، والاستثمار في تأجير الوحدة في الكومباوند. في استثمار تاني، ناس بتحب تشتري شقة عادية ويفرشها ويأجرها مفروشة بالشهر، في من أول 10,000 جنيه يجيب لك دخل شهري 10,000 جنيه، تمام. في مناطق هنا، وفي مناطق ممكن تجيب لك 15,000 جنيه. يعني كل واحد بيدورها على حسب اتجاهه وميوله. على قد فلوسك هتعيش، على قد فلوسك هتعيش. وكل واحد ربنا محلل له عيشته، محلل له لقمته. بس اهم شيء الرضا لمن يرضى. لو كل واحد رضى بكل شيء في حياته هيعيش مرتاح. منطقة الوفاء، منطقة الوفاء على شمالنا، من المناطق الجميلة على كورنيش الغردقة. ودي مناطق أسرية، يعني المناطق دي عايزة المصريين اللي هو زوج وزوجة ومعاه أسرة بأولاده مقيمين إقامة دايمة في الغردقة، فدي تنفعهم جدا يعني. كارفور جاي على يمنا، بعده على طول فندق هيلتون بلازا، من أقدم ومن أعرق الفنادق اللي موجودة في الغردقة وعلى كورنيش الغردقة. مش عايز يا جماعة أقول لكم، مش عارف أوصف، أنا مش عارف أوصف لكم الجو الجميل، الجو الجميل اللي احنا عايشين فيه في الغردقة. احنا بنتكلم في شهر طوبة، بنتكلم في شهر طوبة، يعني الشهر اللي في الشتاء معروف ان هو يعني اجدادنا قالوا مثل طوبة تخلي الشابة كركوبة. فان انت تبقى عرقان كده والحر ده في شهر طوبة ممتاز جدا، جو ممتاز جدا. طبعا الناس اللي بتتابعني من اوروبا هيغيروا دلوقتي من كلامي ده وهيحسدونا طبعا. يعني اوروبا طبعا دلوقتي تلج الله يكون في عونهم. على يمنا هنا نادي القوات المسلحة، فاتح بالنهار وفاتح بالليل برسم دخول بسيط جدا، وفي باركن سيارات تقدر تدخل لو معاك سيارة ومعاك أسرتك تستمتع بالبحر طول النهار، وبالليل فاتح كافيهات ومطاعم وقعدة جميلة على البحر. تستغربوش يا جماعة وانا معدي في ناس قاعدين على البحر، بقول لكم الجو حر. وهنا سلسلة محلات على اليمين وعلى الشمال، منطقة من أجمل مناطق الغردقة اللي فيها روح وفيها ناس وفيها حياة. منطقة كلها محلات وكافيهات ومطاعم، مواصلات شغالة قدامك 24 ساعة.
عايز تركب السرفيز ب4 جنيه تبقى في الدهار وسوق الدهار اللي فيه كل شيء ترجع. عايز تاخد تاكسي موجود ماشي قدامك اهوت على كورنيش 24 ساعة، في تطبيق اوبر، في كريم، مفيش مشكلة هنا. اجانب هنا مستمتعين بالشمس زي ما حضراتكم شايفين، طبعا محرومين من الجو ده في اوروبا. فنادق سياحية زي ما حضراتكم شايفين، كافيهات ومطاعم، مناطق تقدر تستمتع بيها في الاجازة بتاعتك وتستثمر فيها كمان. يعني لو انت بتفكر النهارده وبتتفرج على الفيديو ده وعاوز مكان تشتري مكان في الغردقة تنزل عليه اجازات، هي الاماكن دي تمام. ولو انت عاوز تستثمر هي الاماكن دي، علشان اكتر الناس واغلب الناس و95% من الناس مصريين وعرب واجانب بيحبوا الونس، بيحب يكون قاعد في مكان ونس وفي وسط البلد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الكورنيش، مستشفى العام على شمالنا. خالص تحياتي وتمنياتي للجميع بالتوفيق. كان معكم محمد الدويك من مكتب محطة الغردقة للتسويق والاستثمار العقاري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.